من اكتر مطاعم الفرايد تشيكن اللي عامله ضجه الفتره دي وهو هاولن بيردز في المعادي. فتعالوا نشوف المطعم ده اختراع ولا في الضياع. شارع 206 في المعادي، تخش هنا هتلاقي هاولن بيردز، وطبعا زومبي اللي راح يجيب الاوردر. وهاولن بيردز من الحاجات اللي انتشرت الفتره الاخيره في الساحل وهنا، بس عليه ريفيوز رايحه جايه، ناس بيقولوا ان هو جامد قوي قوي قوي، وناس بيقولوا ان هو مش قد كده، وده الريفيو بتاعه على جوجل مابس. فتعالوا نشوف التجربه الحقيقيه. الاوردر اخد وقت 45 دقيقه، وكالعاده زومبي مبسوط جدا بالاوردر. اول واحد هو ساندوتش اسمه ساندو ب 120 جنيه، بوتيتو بان وحته فرايد تشيكن، المفروض ان هي ناتشفيل، طالبينها مايلد، وكول سلو وصوص من عندهم. طيب مبدئيا كده احنا لسه واخدين الاوردر حالا، بس مش جاي سخن قوي، دافي، مش عارف يعني هل هم ركنوه مع اننا ما اتاخرناش. الفراخ بتاعتهم نظيفه قوي، طبقه الفرايد تشيكن جليزد كده طعمها حلو قوي، الكول سلو والصوص والعيش فريش، كل حاجه حلوه، طعمه جامد يعني، بس مش اجمد حاجه اكلتها يعني. ممكن اديله 8 ونص 9 من 10، ولكن حجمه صغير بصراحه ان هو يكون ب 120 جنيه. حاسس ان هم لو كبروه هيكون حلو قوي بالنسبه لسعره، بس طعمه حلو قوي. خش في اللغواصه بقى، يبقى نلبس. انا جاي عشان اشوف بقى التندرز والقطع بتاعت هاولن بيرز دي، عايز اسمع قرمشه كده. انا زومبي يلا، عايز قرمشه كده، فاهم؟ لخش. وتاني حاجه التندرز 5 بيسز ب 210 جنيه، برضو سعره الى حد ما غالي. غرق بقى في الصوص، شكلها جامد. في كومنتس كتير قوي ناس كاتبه ان هي مزيته، بس هي مش مزيته خالص. قرمشه مش اجمد حاجه، بس لا مقرمشه، فراخ من جوه نظيفه قوي قوي قوي، وعليها طبقه جليز دي كده، والصوص بتاعها جامد بصراحه. لا التندرز بتاعتهم جامده قوي قوي. وليه الناس اللي مش عارفين برضو ممكن يفتكروا ان دي حاجات محروقه، بس ده ستايل في الفرايد تشيكن معمول اسمه ناتشفيل، تتبيلته مختلفه، هو لونه بيكون كده، الطعم بتاعه مركز اكتر، وليه ليفلز في السبايسي من 1 ل5 على حسب انت هتقدر تستحمل ايه. فاحنا طالبين مايلد عشان اصلا ما بحبش السبايسي قوي، بس طعمه جامد. نخش بقى في القطع اللي هي بعضمها. ربع فرخه صدر معاه جناح ب 100 جنيه، بالنسبه لسعره لا غالي برضو، ولكن هنشوف الطعم. ممكن نفتحها كده ايه. بص بقى يا زومبي بقى، عايزين بقى نفتح بقى القطعه بقى. ايه لقيت حاجه ولا ايه؟ لا الفراخ بتاعتهم نظيفه طبعا، بس بص البريدنج بتاعها تخين يعني، ده مش بريدنج يقرمش. زي ما برضو ما قلت هي سخنه، بس مش سخنه قوي، فهي دافيه. الزيت خلى البريدنج بقاش كرانشي قوي. التندرز عجبتني اكتر من الفراخ، الفراخ محتاجه تكون مقرمشه اكتر، والتتبيله عشان حجم الفرخه كبر فبقاش التتبيله داخله جوه قوي. التندرز احلى. واخر حاجه فرايز، من اننا اكلنا لازم فرايز. حلو قوي. الفرايز بتاعتهم هوم ميد، مش فرايز شارينها او حاجه، فلا حلوه. وفي الاخر بالنسبه لي احلى حاجه في هاولن بيرز هي التندرز. التندرز عندهم خطيره، الساندوتش حلو قوي بس حجمه صغير يعني، انا كعمري محتاج اجيب منه 2. البيسز عجبتني بس مش جامده قوي، ولكن اوفر اول هاولن بيرز اقدر اقول عليه اختراع، ولكن يعني مش اختراع قوي يعني، بس اختراع حلو، جربوه.